يا صباح الخير. دكتور زاهي حواس. زاهي حواس الحقيقة مستغرب جدا الناس في مصر بتهاجمه ليه. وانا مش عارف هو مستغرب ليه. يعني هو المعروف السبب واضح جدا. اولا انت عامل لقاء عظمة. السبب الوحيد اللي خلت الناس تهاجمك ان عمرو اديب هو اللي اتكلم عنك. والحقيقة ان عمرو اديب باسلوبه دمه تقيل واسلوبه المستفز اثار الناس وحولهم من المفروض ان هم معجبين بالحاجه الحلوه اللي انت بتعملها لاعداء. بس ده كل الموضوع. فعلا الموضوع صدقني هو ده السبب الوحيد اللي خلى الناس تهاجمك، ان عمرو اديب هو اللي اتكلم عنك وبالاسلوب ده. يعني هو لو كان بيقول مجرد خبر او قاله بطريقه الطف شويه كان ممكن الموضوع يمشي عادي جدا. لان الحقيقه انت عامل لقاء محترم تدافع فيه عن افكارك ومعتقداتك والحاجات اللي انت درستها طول عمرك. وده ياخدنا ان احنا ما نزعلش يا جماعه من الناس اللي بتهاجم الحضاره المصريه القديمه، لان الحقيقه هي حضاره عظيمه جدا. ففي ناس كتير مش قادره تصدق ان العظمه دي كلها كانت موجوده من آلاف السنين. وده عادي، يعني في ناس يعني هقولها ما بتقدرش تمانج ده. في ناس مش قادره تقتنع لحد دلوقتي ان في خالق عظيم للكون. يقول لك لا ده ناتشرال، حاجه طبيعيه. فدي بقى حاجه ما تزعلناش يعني، بالعكس دي حاجه تبسطنا، لان الناس مش قادره تستوعب قد ايه العظمه اللي احنا كنا فيها. فدكتور زاهي حواس مغرور، طبعا مغرور، يعني الراجل مش بيتكلم بقوه وثقه وغرور طبعا. بس عايزين نقول له دكتور زاهي ثانك يو، شكرا، انت بتعمل حاجه كويسه قوي. خلي بالكم يا جماعه ان زاهي حواس صنايعي، شيخ الصنايعيه في الموضوع، يعني خصوصا في موضوع الهرم ده. هو شيخ الصنايعيه، هو يعني معجون هرم. فالراجل ده بيعمل حاجه كويسه. الناس اللي بتقول ده بيبيع كتابه، ما بيبيع كتابه يعني. حتى اولا كتابه مش محتاج انه يتباع، لان كتابه متباع ومترجم للغات كتير. ولو حتى بيبيع كتابه ما يبيع كتابه، ايه المشكله يعني؟ السيجار عادي يا جماعه يعني. وبعدين دي حاجه يعني المفروض نقول له ربنا يعينك وتتخلص منها، دي حاجه وحشه قوي. فده زي حواس بيعمل حاجه كويسه ولازم نشجعه. بس هنقول له حاجه واحده بس، ان الناس كلها دكتور زاهي تعلم اقل بكثير مما تظن انها تعلم. خلي دوت نهج في حياتك عشان يمكن تقلل نسبه الغرور شويه. انما اللي انت بتعمله حاجه كويسه جدا وحاجه تشكر عليها جدا، حاجه كلنا نشكرك عليها. دي حاجه. بالنسبه لآية سماحه، آية سماحه الحقيقه ان هي بنت واضح جدا ان هي عندها مشكله اخلاقيه. يعني تسرعها في الرد وقله نضوجها بيظهروا ان هي فعلا عندها مشكله اخلاقيه. وقصه بقى حقوق الحيوان، وكل واحد مسك لنا سلاح في ايده ومسك حقوق الحيوان حقوق الحيوان حقوق الحيوان. يا جماعه يعني احنا اكتر ناس عارفه يعني ايه حقوق الحيوان. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عرفنا ان دخلت امراه النار في هره حبستها، لا هي رزقتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. وعلمنا ان امراه بغي دخلت الجنه في كلب سقطه. فالحقيقه لا، احنا عارفين كويس يا استاذه ايه حقوق الحيوان. احنا بس عايزين نقول للحيوانات يقولوا لنا ايه هي حقوق الانسان. الحقيقه ايه ان حقوق الحيوان مش مقدمه ابدا على حقوق الانسان. استاذه مشيره اسماعيل فنانه كبيره، عملت ادوار عظيمه، جايز انت ما شفتهاش عشان انت لسه صغيره، انما ست محترمه، عملت افلام كتيره واعمال حلوه. فحاولت يعني تطوري من نفسك. وفي مشوار تطوير الذات يا آية خلي بالك ان كل علماء السلوك يقول لك اهم حاجه تتخلص من صفاتك السلبيه، اهم بكتير من انك تكتسب صفات ايجابيه جديده او تكتسب مهارات جديده. اذا عايز تحول حياتك وتبقى انسان كويس
اذا عايزه يعني تبقى حاجه كويسه يعني. لازم تتخلصي من سلبياتك الاول قبل ما تكتسبي اي مهارات جديده. وحتى في الدين يقول لك درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. طبعا مش هتفهمي الجمله دي عشان انت غبيه وثقافتك على قدك، فخلينا في انك تتخلص من سلبياتك اهم بكتير من انك تكتسب ايجابيات كتير جديده. ف طبعا مش هتكلم في موضوع ايه علاقه الدين بقصه الحيوانات وانها المتدينه المحجبه، وللاسف هو كده ما علينا. مش داعي عشان ما نزعلش الناس مننا. انما آية واضح انها عندها مشكله اخلاقيه. استاذه زينه واولادها، زينه لو الموضوع زي ما بتحكيه اوعي تتنازل عن حقك وحق ولادك. مش لو عضو مجلس الشعب، لو رئيس مجلس الشعب. خلاص ما عادش في محسوبيات بالصوره دي، بس ما يكونش كمان انت مقفره في الموضوع. يعني لو انت على حق فعلا زي ما انت حكيتي كده الموضوع، والموضوع بالمنظر ده، لا تمسكي بحقك وما تخليش حد مهما كان هو يظلمك. وبعدين انت شخصيه معروفه في المجتمع للاسف يعني، وابوهم شخصيه معروفه في المجتمع يعني، ما انتوا شويه يعني مش هتخافوا يعني. ولازم نتخلص من موضوع المحسوبيه دوت. موجود ما حدش يقدر ينكر انه موجود في بلادنا يعني. بس كمان انت بتغلطي احيانا غلطات يا زينه. انت ايه اللي يخليك تربطي موضوعك بموضوع ابن محمد رمضان؟ محمد رمضان انت مالك ومال محمد رمضان يا جماعه؟ انتوا لما بتربطوا قصتكم او قضيتكم بقضيه حد عنده مشكله مع الناس، انتوا بتخسروا كتير. ما تسيبي محمد رمضان في حاله. هو محمد رمضان اصلا الناس مش طايقاه، تربطي نفسك بايه بمحمد رمضان؟ خليكي في نفسك. ويبدو ان اخواتنا بتوع الترفيه والاعلام محتاجين مستشارين اعلاميين. هو الراجل نفسه قال لك ما تربطش ثابت متحرك. فلا يعني ما تربطيش قضيتك بقضيه حد، وخصوصا لما يكون حد هو عنده ناس كتيره ضده. زي حواس مشكلته ان عمرو اديب هو اللي اتكلم عن الموضوع. زي البت بنت اخو عمرو اديب، اسمها ايه دي، بنت عادل، مشكلتها ان عمها عمرو اديب وقريبها مش عارف مين واحمد، كل الناس اللي عندهم مشكله مع الناس دي بيهاجموها البنت، رغم ان البنت يعني لسه ما عملتش حاجه يعني، ما عملتش حاجه تقدر تقيمها عليها يعني. حتى الناس مش عايزه تديها فرصتها. فما تربطيش قضيتك وقضيه عيالك بحد يكون قضيته خسرانه او عنده مشكله مع الناس، علشان الناس ما تهاجمكيش انت كمان على الفاضي يعني بدون سبب. وربنا يهدي. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الخير.